السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي وحشتوني جدا جدا. جايبه لكم ليه؟ فيديو حلو جدا، ليه شنطة كده؟ العمرة. ازاي أيوه هي حلوة كده. تجهزي شنطتك للعمرة وانتي مسافرة، من كل حاجة، من ملابس لأكل لجميع الأغراض. يا رب ربنا يكتبها لكل واحد يا رب نفسه. وادعوا كتير وربنا إن شاء الله ييسر لكم الأمر. أهم حاجة قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. على حسب عدد ايام العمره بتجهزي هدومك وبتجهزي اكلك وبتجهزي كل حاجتك في شنطتك. انا كنت مسافره 5 ايام، هبقى احكي لكم كل التفاصيل دي ان شاء الله في فيديو تاني. بصوا لو تلاحظوا انا واخده عدد الهدوم على قد الايام اللي انا هقعد فيها، عشان انا مش عايزه ولا اغسل هدوم ولا عايزه اعطل نفسي في اي حاجه. انا بحب اقضي وقتي كله في الحرم. انا كده معايا 4 عبايات، وبعمل حاجه حلوه جدا في العبايه هوريها لكم انا بعمل ايه. انا عارفين استك الفلوس الاصفر ده؟ طبعا زي ما انتم شايفين اللبس حرير، من اقل حاجه بيتزحلق. فلو لا قدر الله الشنطه اتفتحت في المطار ولا حاجه، كل حاجه هتتزحلق زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي، شايفين الاستك اهو في ايدي. بحط الاستك ده في قلب العبايه. ما ولا بيكسرها ولا بيحصل لها اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده. بيحافظ عليها وبيحافظ عليها مكويه، ولا بيجرى لها اي حاجه. شنطه تتفتح تتشال تتحط زي ما هي ما شاء الله. لغايه ما سافرت والحاجه كانت ممتازه. كده ادي ال4 عبايات سود، زي ما انتم شايفين بعد لكم اهو ال4 عبايات. ومع ال4 عبايات طبعا بحتاج تحتها تيشيرت قطن وبلطنون. فكل عبايه ممكن بقى، انا ما خدتش 4 صراحه بلطلونات. انا خدت 3 بلطلونات بس و3 تيشيرتات قطن تحت العبايات. وكمان خدت العباية ان شاء الله، عباية العمرة البيضة. انا بحب اعمل العمرة بالعباية البيضة. وخدت طقم للنوم، ترنج قطيف اهو زي ما انتم شايفين. الترنج برضه هعمله باستك كده. بصوا لفاه زي الاسطوانة اهو، وعاملاه باستك. وخدت معايا جلابية تانية خفيفة كده للنوم، بحيث لو الجو حر. بالنسبه لبقيه بقى الحاجات بتاعتنا، الطرح والكلام دوت، لميتها كلها في كيس زي ما انتم شايفين. هحط الكيس دلوقتي في الشنطه. الكيس ده انا كل حاجه صغيره، كل حاجه هدوم داخليه، طرح، بندانات، لفها بصوا ازاي بالاساتك، ازاي زي انا بوريها لكم اهو. يا رب تكون واضحه الصوره. هنحطها بقى في كيس، كل الحاجات دي في كيس بخبيها من تحت كده، بحيث ان الشنطه تتفتح الحاجات ما تبانش. او زي ما انتم شايفين بصوا الكيس ده فيه كل الحاجات رفيعه وملفوفه بالاساتك. فكانت فكره الاساتك دي فكره هايله، اعملوها هتعجبكم قوي. كده انا خدت الهدوم اللي هنام بيها، وادي الجلابيه الخفيفه اللي انا هنام بيها. واخداهم معايا احتياطي، بحيث ان انا ممكن انزل. واخده اسدال معايا كمان قطن، بحيث ان انا ممكن اصلي في الغرفه انزل. وبالنسبه للفوط، طبعا الفندق بيبقى فيه فوط، بس انا خدت معايا زياده فوطين. فوطه البيضه دي فوطه كبيره وفوطه صغيره. الفوط الصغيره بقى هاتي خدي كذا فوطه، لان انت بتحتاجي الشنطه الصغيره فوط. فانا واخده معايا الفوط الصغيره دي كذا فوطه. وادي الاسدال ده بتاع الصلاه، الاسدال الكحلي ده الاسدال برضه هعمله باستك. كده انا وريتكم دي كده الهدوم. كده الشنطه دي هتتقفل من فوق دلوقتي بالهدوم. خدت الطرح، خدت كل ما يخص اللبس، بحيث ان انا ما اغسلش ولا ضيع اي وقت. وفعلا الهدوم كفتني وكانت جميله جدا. طبعا انت لو نفترض فرضا 15 يوم 10 ايام هتاخدي على قد الايام. مش عايزه تاخدي بقى هدوم كتير، ممكن تاخدي معاكي اريال، بحيث تغسلي بقى عبايه عبايتين تبدلي فيهم. وبرضو الغسل عشان تغسلي، انا نصيحتي ليكي، انا بحب اخد الشماعات البلاستيك معايا، هوريها لكم معايا في الشنطه دلوقتي. باخدها انا كده، بوريكم تجهيز الشنطه الصغيره. واخده بقى الحاجات الخاصه كلها، المقص اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا حاطه المقص ازاي، المقص، سكينه، واخده قلم، واخده ليفه صغيره، ليفه حمى، واخده الكريمات، واخده زيوت الشعر، السيرم، اي حاجه، الكحول. كل الحاجات دي ما ينفعش تطلع فوق على الطياره من فوق، لازم تبقى في الشنطه اللي هتبقى في بطن الطياره. الحاجات دي ما ينفعش تحطيها خالص في شنطتك اللي على الطياره. دي بقى اكياس. الكياس دي مهمه جدا. الكياس دي باقيه من سبوع حفيدي، انا خدتها معايا صراحه نفعتني جدا. بصوا جميله في ايه بقى، ان هي هحتاج كياس للشوزات، هحتاج وانا في الحرم، هحتاج كيس حاجه توسخت مني. دي بقى الشنطه الصغيره، فيها الادويه وفيها نوته عشان اكتب فيها وادون فيها اي حاجه عايزه اكتبها. و... وكل الادويه بتاعتي انا بحب احط كل، والسبحه. انا عندي كذا سبحه، فانا في دي سبحه صغيره بحطها في الشنطه دي، ومعايا سبحه اللي هوريكم الشنطه بتاع اللي هروح بيها الحرم، هوريها لكم فيها ايه.
كده انا بوريكم كل حاجه لوحدها، بحيث ان انت تفتحي نظاراتي بقى، نظاره الشمس ونظاره النظر في الشنطه دي لوحدها. كده انا بجمع كل الحاجات اللي انا محتاجاها في شنط صغيره، بحيث اما افتح الشنطه او اروح في الدولاب هناك ارص ما اطلعش حاجه من مكانها. دي بقى مهمه جدا جدا جدا، دي يوميه. بتبقى خفيفه شويه عن العاديه. فوط حلوه جدا جدا، ولازم وانت مسافره، انا اتعلمتها صراحه من العمره، لازم وانت مسافره تاخديها، بتنفعك جدا بين الصلوات، بتنفعك جدا جدا جدا. هتدعوا لي بجد على النقطه دي بالذات، اهتموا بيها ولازم تجيبوها. وادي دي كابات، انا واخده كابين بامبي والاسود، وواخده المصليه، عشان كل الحاجات دي بقى هبقى بعد كده استخدمها في الشنطه الصغيره. الشماعات اللي انا واخداها دي بقى لها كذا ميزه. اولا لو غسلتي حاجه هتعلقيها عليها. ثانيا بعلق عليها عباياتي واحطها، نفترض الدولاب ما فيهوش شماعات، او معاكي ناس والناس دي واخده الشماعه اللي موجوده، فيبقى انا كده معايا الشماعات دي بعلق عليها الحاجه تتهوى، الحاجه احطها في الدولاب. فخدي شماعتين معاكي، الشماعتين دي مهمين جدا. كده يعتبر انا لميت اغلب الحاجه، انا كده هقفل الشنطه خلاص تمام. والشنط الصغيره ديت فيها الحاجات رفيعه كلها. ما تنسيش الادويه، ما تنسيش كل حاجه معايا بقى. بعد كده الشنطه الصغيره، الشنطه الصغيره دي حياتي، دي اللي انا بنزل بيها على ظهري بروح بيها الحرم. بس انا دلوقتي على الطياره طالعه بيها، فيها ايه بقى؟ دي ازازه الميه، بحب املى انا دايما ازازه ميه خاصه بيا، وده عصير، ودي القراقيش، وده الترمس، ده برضو الترمس ده انا بحبه لازم يبقى معايا في كل حته. ترمس ازاز مش ستانلس، عشان الازاز بيحتفظ بالحراره اكتر. وبواكي الحلاوه دي من الحاجات المهمه اللي لازم اخدها معايا في اي عمره، بتديني طاقه وحلوه جدا. انا باخد اكل خفيف، بس باخد اكل معايا. انا اغلب الوقت ممكن ما اشتريش، لان مبيبقاش فرصه اقف في مطاعم. يعني ممكن مره مرتين اقصى حاجه ان انا اروح مطعم يعني. ودي الوايبس، ودي المناديل، دي شنطتي اللي انا مسافره بيها طالعه بيها على الطياره. انا كده خلاص بقفل يعني، انا طيارتي المفروض ان انا خلاص بعد ما اخلص الشنطه دي معاكم كده. وده بلح، البلح ده انا واخداه توزيعات للحرم، كانت حاجه حلوه قوي ان انت توزعي وانت في الحرم البلح. وده الشبشب، عزكم الله. وكده انا مجهزه كل الحاجه دي بقى بحطها في الشنطه اللي انا بطلع بيها الحرم. الاكل بقى، الاكل انا واخده من كل حاجه حاجه واحده بس، يعني علبه فول، علبه تونه، العصاير دي واخده كام واحد كده، بحيث مش هيبقى عندي وقت بس انزل. انا نزلت سوبر ماركت جبت حاجات، بس بجيب حاجات بسيطه يعني. انا بحتاج يوميا زبادي، عيش، دي الحاجات اللي انا بحتاجها. ده التفاح، وده الاكل الاساسي بالنسبه لي وانا في الحرم، بلفه في ورق استرتش. جايبه تفاح احمر وتفاح اخضر، وباخد بقى علبه تونه، علبه فول، من كل حاجه حاجه. والجبن باخد علب صغيره، انا بحب العلب الصغيره جدا عشان تتفتح اخلصها. انا هنا بوريكم دي علبه ستانلس، العلبه الستانلس دي مهمه برضو جدا عشان اسخن حاجه. بطلع من الكاتل ميه مغليه، ممكن بيبقى انا معايا حاجات متفرزه بعملها فيها. وادي الكوبايه والسكينه، انا بوريكم اهو كل الادوات اللي هي ادوات الاكل في كيسه، الاكل في كل حاجه انا احطها في كيسه لوحدها، بيبقى سهل عليكي لما تبقى كل حاجه حطها في كيسه على فكره. ده بقى المشروبات، دي كيسه المشروبات. الشاي، انا بحب الشاي مش الفتله، بحب الشاي السيد، والشاي والجنزبيل بالليمون ده تحفه، والنسكافيه. دي الاساسيات بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا كده المفروض ان انا هقفل الشنطه، بس هظبط العصير والعلبه ده وهقفل. والخيار لفاه. بالنسبه للاكل خدي اللي انت عايزاه، طالما بتغلفيه خلاص مفيش مشكله، كل واحد حسب امكانياته، بس خدي بعدد الايام. يعني انا هفطر النهارده كذا وكذا وكذا، باخد فطاري. دي كده الاندومي، انا بحب طبعا احيانا بيهف عليا بالليل عايزه اشرب حاجه سخنه، فالاندومي بتحل لي الازمه دي. والجبنه المثلث. بالنسبه للكاتشب والمايونيز ده هقول لكم انا واخده معايا ايه. انا كل اللي واخداه بروتين، كيلو بانيه مشوي، بجمده في الفريزر قبلها ب3 ايام، وبلفه كل 4 صدور مع بعض، بيكفوني ال4 ايام. وده جبنه تركي اساسي طبعا، يبقى انا عندي جبنه تركي وجبنه مثلث وجبنه بيضه، والحلاوه الطحينيه دي بنزل بيها الحرم. انا كده قفلت شنطتي، اكل وهدوم، انا حطيت كل حاجتي كلها في الشنطه دي، لان انا ال5 ايام مده قصيره، مش محتاجين شنط كتير، وواخده فيها كل حاجه، كل ما تتخيلوا، من الابره، الخيط، كل حاجه. بالنسبه للاكل انا قسمت الاكل بتاعي على قد ال5 ايام، بس بزياده شويه، بحيث ان انا معايا ناس هيبقوا معايا بزياده. هبقى كده الشنطه هقفلها انا دلوقتي. والشنطه الصغيره دي اللي بنزل بقى بيها الحرم، باخد بقى فيها ايه وانا رايحه الحرم؟ باخد فيها، انا بوريكم دلوقتي الحاجه دي اللي انا مسافره بيها، زي ما قلت لكم شرحتها لكم على الطياره. انا بقى بفضيها اول ما بوصل، وبيبقى الاساسي بتاعها ان فيها المصليه، فيها الشوز اللي انا بعمل، انا معايا شوز سيليكون كده بنزل بيها بطوف بيها، فيها الاكياس اللي بحط فيها الشوز، فيها ازازه ميه، فيها الاكل الخفيف ده، تفاحيه، قراقيش،
ما باخدش طبعا علب المناديل الكبيره دي، باخد يا باخد علبه صغيره، يا اما باخد مناديل حبه من العلبه. هي بتبقى خفيفه كده، بس شنطه على الظهر جميله جدا. دي نصيحتي ليكم، خدوا شنطه على ظهركم لان مهمه جدا، يعني بتبقى فيها كل حاجه. بالنسبه للتوزيعات، انا خدت البونبوني اللي هو الملوكي والصولا الشوكولاته القهوه، وخدت البلح. الحاجات دي حلوة جدا جدا في التوزيع. يا رب كده يكرمكم زيارة كده عن قريب إن شاء الله بإذن الله. ادعوا كتير وربنا إن شاء الله يعني عنده الخير بإذن الله. ربنا يا رب يجعلنا كده من الوافدين لبيته دايما يا رب. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ويا رب أكون أفدتكم. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب لكم كلكم الزيارة بإذن الله. قولوا آمين يا رب. وادعوا كتير، ادعوا كتير، دي نصيحتي، مش بالفلوس، وأهم حاجة تدعي ويكون عندك يقين بالإجابة. يا رب أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.